السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. تعالوا بقى النهاردة هنعمل الجبنة البيضة او جبنة الفلاحي في البيت بطعم كده وقوام تحفة جدا. هنعملها كده كريمي جدا جدا. اقول لكم ازاي تبقى طعمها كده عامل زي القشطة وطعمها حلو جدا، وهنقول كل التفاصيل وكل التكات بتاعتها اللي تخليها تنجح معاكي من اول مرة. اهم حاجة تابعوا الفيديو للاخر وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو لو عجبكم. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف الطريقة مع بعض. اول حاجة النهاردة انا هشتغل ب2 لتر من الحليب. على طول بشتغل معاكم بلتر واحد، فقلت النهاردة يلا خليها عليا واشتغل ب2 لتر من الحليب. يفضل طبعا انك تجيبي الحليب يكون طازة، يعني لسه جاي حالا، بيكون حلو جدا. طبعا دوت كان لسه جاي بس قعد شوية في التلاجة، مفيش اي مشكلة برضو. تمام، مش بفضل ابدا ان الحليب يكون مفرز، يعني يدخل الفريزر وبعد كده نشتغل بيه. الافضل يكون طازة كده وفريش. عايزه اقول لكم كمان ان الحليب معايا ده طلع مغشوش، وهقول لكم عرفت ازاي في الاخر. طلع متضاف له ميه، وهقول لكم كل التفاصيل في الفيديو. يعني حتى لو الحليب بتاعك مش افضل حاجه برضه هنعرف نطلع منه جبنه كويسه. نسمي الله كده. واول حاجه انا جبت حله وسخنتها كويس جدا جدا على النار. خطوه التسخين دي مهمه جدا عشان حاجتين. اول حاجه ان انا يعتبر بعقم الحله واتاكد ان ما فيهاش اي ميه او اي سوائل، ودي حاجه مهمه جدا جدا. الخطوه التانية عشان لما اضيف بيها الحليب تديني حليب بدرجه حراره من 37 ل 38، ودي درجة حرارة مناسبة جدا جدا عشان تنشط فيها البكتيريا اللي هي البكتيريا بتاعة تخثر الحليب. طبعا دي بكتيريا مفيدة مش بكتيريا ضارة، وهي اللي بتعملي الخصرة بتاعة الجبنة اللي بنطلعها في الآخر. بدأت كده احط 2 لتر من الحليب في الحلة زي ما انتوا شايفين كده. طبعا اتأكدوا ان الحلة تكون على قد كمية الحليب. انا شلت بس منهم كده حوالي معلقتين عشان اعرف اقفل الغطا، عشان زي ما انتوا شايفين كان الحليب واصل معايا لحد اخر الحلة. فشلت كده قد فنجان صغير خالص من اللي هو بتاع فنجان القهوة كده. تمام. بعد كده هجيب الغطا بتاعها وهبدأ اغطيها واحطها كده في مكان دافي. بحطها فين؟ انا عندي ظرفة مطبخ محدش بيفتحها غيري، يعني انا عارفة ان محدش هيجي جنبها، فبحط الحلة فيها وبغطيها كده بفوطة او اي حاجة تقيلة عندك بحيث ان احنا ندفي الحلة كويس جدا. تمام. زي ما انتوا شايفين بقول لكم ان الغطا لازم يكون نضيف من جوه ومتنشف كويس من المية. تمام. اتاكد برضو ان هو ناشف عشان ما يبوظش معايا الحليب او يحصل اي حاجه لا قدر الله. بعد كده بجيب فوطه تقيله او اي قماشه تقيله عندي وبغطي بيها فيها الحله، وبسيبها كده في مكان دافي او في مكان ما تتحركش منه، وفي نفس الوقت تكون دافيه كده واخده وضعها وساكنه في المكان بتاعها. هسيبها لمدة قد ايه؟ لو احنا في الصيف بتقعد حوالي 12 ساعة بس بتكون خضرة الجبنة اكتملت معايا. لو احنا في الشتاء قوي وفي شهور الساعة قوي زي اليومين اللي احنا فيهم دول بسيبها حوالي يومين كاملين. يعني قد ايه؟ يعني 48 ساعة. انا سبتها بالظبط 48 ساعة، وبعد كده دخلتها التلاجة لمدة 6 ساعات. طبعا تقدري تشتغلي فيها على طول من غير ما تدخليها التلاجة، بس لما تدخليها التلاجة بتكون متماسكة معاكي اكتر، وكمان تقدري تشيلي الوش القشطة بتاعها يعني بسهولة جدا زي ما انتوا شايفين. بعد ما خرجتها من التلاجة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بدأت كده اخد الوش بتاع القشطة. بصراحة عجبتني قوي فحبيت ان انا استخدمها كده واعمل بيها رز معمر، لان كل مرة زي ما انتوا عارفين بدخلها معايا في الحليب او بدخلها في الجبنة ومش بشيلها. المرة دي حبيت برضو اشيلها معاكم عشان تبقوا عارفين برضو لو حابين تشيلوها هتتشال معاكم بسهولة جدا زي ما انتوا شايفين. خصوصا لو كنتم مدخلين الجبنة في التلاجة او الحلة في التلاجة يعني قبلها بوقت، يعني سايبينها كده ساعتين 3 4 كده بتكون بتتشال معاكم بسهولة قوي. دي كده كمية القشطة اللي طلعت معايا. عملت بيها رز معمر وكان زي الفل، كان زي العسل كده يستاهل بقكم. بعد كده عملت ايه؟ ادي كده الجبنة الخضراء بتاعتي. هبدأ بقى اجيب كده مصفى وتحتيها طبق بلاستيك بالشكل ده كده، وهبدأ احط فيها الايه القماشة بتاعتي. تمام. قماشة بيضة نظيفة جدا مخصصة للحاجات دي. طبعا القماشة تكون قطن كده او ليها مسامية، بتلاقوا عند بتاع القماش بتكون قماشة اصلا موجودة عندك مفيش اي مشكلة. تمام. ضفت فيها الخصرة بتاعت الجبنة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهبدأ اضغط عليها بالشكل ده بالراحة خالص عشان انزل اكبر كمية من الشرش. تمام. هبدأ كده اضغط عليها بالراحة وبعد كده هربط القماشة. عايزه اقول لكم ان الجبنه دي نزلت معايا شرش كتير قوي قوي قوي.
تمام. يعني في العادي مش بينزل معايا كمية الشرش دي، يعني نزلت حوالي تلتينها شرش، تمام، غير القشطة، فنزلت كمية شرش او مية كتيرة قوي. فعشان كده عرفت ان الحليب ده مغشوش بالمية، لان مستحيل تنزل كل الكمية دي من المية. المهم ان انا برضو اتعاملت معاها عادي، وبدأت كده افتح القماشة عشان املح الجبنة بتاعتي. تقدروا تسيبوها عادبة زي ما هي، او تقدروا تملحوها باي كمية ملح تحبوها. انا بحط على الكمية دي اللي هي 2 لتر من الحليب معلقة واحدة صغيرة من الملح، كده حلو قوي عشان يبقى طعمها كده كريمي وعاملة زي القشطة كده، تمام. مش عاوزاها طبعا تنشف ولا تبقى طعمها كده مالح بزيادة، لا انا عاوزاها تبقى حلوة كده معايا. وببدأ كده اقفل عليها بالقماشة زي ما انتوا شايفين كده. هربط كده القماشة كويس، وبحاول برضو انزل اكبر كمية من الشرش. وبعد كده هبدأ اتقل عليها باي حاجة من فوق تكون تقيلة. يعني عندك كده كيس رز، كيس مكرونة كبير، كيس دقيق، اي حاجة تقيلة. المهم ان احنا نعمل تقل كده عليها عشان تسهل معايا ان هي تنزل اكبر كمية من الشرش. عايزة اقول لكم ان الشرش اللي بيطلع منها ده مش بنرميه، في ناس بتستخدمه ان هي بتضيفه على زلعة المش، لو عندكم مش وكده بتستخدموا الحاجات دي. لو مش عندكم بتستخدموها انكم بتعجنوا بيها المعجنات، بتكون حلوة قوي خصوصا في القرص الطرية، بحبها قوي مع القرص الطرية. انا تقلت عليها زي ما انتوا شايفين كده بطواجن كده، طاجن كده كبير تقيل عندي، وحطيت عليه كمان طاجنين صغيرين، وتقلت عليها بالشكل ده كده. وهسيبها اقل حاجة 6 ساعات، لازم تفضل في الوضع ده كده، تصفي الشرش بتاعها لمدة 6 ساعات على الاقل. ويفضل كمان تسيبيها لحد تاني يوم، يعني تسيبيها 12 ساعة. انا سبتها 6 ساعات بس، وكمان يمكن كمان اقل من 6 ساعات، مش متأكدة بالظبط. ليه؟ لان انا مش عاوزاها تصفي الشرش كله اللي فيها. ليه؟ عشان انا عاوزاها تكون كريميه معايا وناعمه وسهله الفرد كده، اعملها سندوتشات تتفرد معايا كده، تبقى كريميه كده معايا. فعشان كده مش بصفيها تماما من الشرش، لا بسيب فيها شويه كده، تمام. بعد كده هجيب ورقه كده من ورق الزبده، او جيبي مثلا ورقه، عارفه الكراسه الرسم، الورقه اللي تكون بيضه نظيفه دي، بيكون مش مكتوب فيها او معمول فيها سطور، تقدري تستخدميها برضو مفيش مشكله، تمام. او حتى حته قماشه بيضه نظيفه. وهبدأ كده ان انا اسويها كده واعملها كده على شكل رول. طبعا تقدروا برضو تستغنوا عن الخطوة دي خالص، وتعملوها زي ما انا عملتها معاكم قبل كده، تحطي كيس بلاستيك في علبة وتحطيها على الكيس وتسويها كده بايديكي، بحيث ان هي تديكي شكل مربع او شكل مدور. يعني الخطوة دي مش حاجة ضرورية خالص. المهم ان انا بدأت اعملها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، على شكل كده اسطواني الى حد ما. وهبدأ كده الف الورقة بتاعتي، طبعا بسويها بالشكل ده. لو ما كنتيش حطيتي ملح في الاول تقدري بقى ترشي عليها ملح في الخطوه دي، بس انا عشان ملحتها وحطيت خلاص ملح في الاول، فمش محتاجه خالص ان انا املح تاني. بعد كده بعملها كده عكس عكاز بالشكل ده زي الفيونكه كده، وبعد كده بخبطها كده واساوي الوش بتاعها عشان تبقى السطح بتاعها املس معايا. تقدروا بقى تدخلوها في التلاجة كده برضو وتسيبوها كده ساعتين 3 تمسك نفسها كده وتشد، لو حابين بقى القطع بتاعتها تبقى متماسكه وكده، تمام. انا سبتها حاجة بسيطة يعني ربع ساعة كده بس في التلاجة، ما لحقتش معايا. وبدأت كده اطلعها عشان اوريها لكم. طبعا القطع ما طلعتش معايا مظبوطة خالص، و مش متماسكة زي ما قلت لكم. الحليب بتاعي طلع مش كويس خالص، وطبعا الشخص يعني اللي انا جبت منه الحليب ده مش هجيب منه تاني، لانه بجد ما عجبنيش. عايزه اقول لكم كل ما يكون الحليب بتاعك حلو موثوق فيه، جايباه كده من مكان كده فلاحين، وعارفه ان هم مش بيغشوه خالص ولا بيضيفوا عليه ميه ولا اي اضافات، كل ما تديكي حته جبنه بجد زي الفل. عايزه اقول لكم بقى الكميه اللي طلعت معايا كانت قليله جدا، هي باينه كتير في الكاميرا لكن هي مش كده، هي قليله. الكاميرا بتكبر الحاجه، يعني اقل بكتير من الكميات اللي كنت بطلعها قبل كده. انا كنت بطلع من لتر واحد بس من الحليب ممكن نص كيلو من الجبنه، والفيديوهات دي انا عاملاها معاكم من سنين على القناه. لكن بجد الحليب المره دي ما كانش مظبوط، عشان كده الكميه كانت قليله. بس بالرغم من كده برضو طلعنا جبنه حلوه وطعمها حلو وطعمها كريمي كده وعامله زي القشطه بالظبط. بجد جربوها بكل التفاصيل اللي قلناها عليها في الفيديو، بجد هتعجبكم جدا جدا. لو حابين تعملوا لها خطوط كده زي خطوط الحصيره، هتستخدموا ظهر الشوكة كده وبتعملوا لها خطوط سهلة جدا، مش محتاجين حصيرة ولا اي حاجة. جربوا كده ويا رب تعجبكم،
واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وما تنسوش لايك للفيديو. مع السلامة.